فالحصول على البكالوريا وولوج الجامعة ليس امتياز ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم، وإنما الأهم هو الحصول على تكوين. وتنقل الأساتذة راه معروفين انهم اللي تيقولوا يديروا الاضراب ويخرجوا للزنقه، على ان الاساتذه راه منهم كثير. برافو. الباك وما أدراك ما الباك. 6 ديال الحلقات درناهم على الملك الراحل الحسن الثاني، سلسلة جبدنا فيها تقريبا كاع الطرائف والمواقف والمشاكل والإنجازات والأحداث التاريخية اللي مرت في مرحلة حكم الحسن الثاني. لكن يمكن زقلنا واحد الحاجة مهمة، واحد الخبر كنت كنقول أنه ما كاين لاش يتذكر، لكن بما أنه احنا دابا في واحد الظرفية ديال نتائج البكالوريا فهذه هي وقيتها. وبالمناسبة نبغي نقول للناس اللي نجحوا في البكالوريا مبروك عليكم، الله يسهل عليكم، طريق مازال طويله. والناس ديال الاستدراكيه الله يوفق، عندكم واحد الامل كبير، راجعوا الدروس ديالكم مزيان وان شاء الله غاده تزغرت الميمه وغاده تفرح بوليدها راه نجح. والناس اللي ما كانش نهار الامتحان هذاك هو نهارهم وتعثروا، ما يبقى فيكم لا حال لا والو، هذيك راه ماشي نهايه العالم. ترى الملك الراحل الحسن الثاني النابغة العبقري اللي حكم المغرب بقبضة من حديد ل 38 عام، الحسن الثاني وسقط في مواد البكالوريا وكان باه محمد الخامس غادي يحرمه من الحكم. ماشي غير هادشي، بل حتى منين شد الحكم كان غادي يحيد هاد امتحانات البكالوريا كاع يحيدها. علاش؟ سيداتي سادتي، هذه حلقة خاصة خفيفة ظريفة على حدث من مرجع موثوق. القويميلة ديال اليوم فيها شي حاجة راه نحلوها ونعرفوا شلابك واسرار. داكشي علاش وصلوا هذا الفيديو عافاكم ل 99 الف لايك، اشتركوا في القناة وتابعوني على الانستغرام. نبداو. يمكن نعتبروا الملك الراحل الحسن الثاني حالة خاصة على كاع الأمراء والملوك اللي سبقوه. الملوك اللي سبقوه كان عندهم واحد التعليم ديني، أما الحسن الثاني كان أول الأمراء العلويين اللي تلقاو تعليم حديث، تعليم كيناسب تطلعات المرحلة، مركز بالدرجة الأولى على تعلم اللغات، فن الخطابة، كيفاش تهدر، والثقافة العامة، ودراسة القانون والتاريخ والرياضيات. وهادشي اللي كان حادق فيهم الحسن الثاني. كاع الاساتذه اللي قراو الحسن الثاني في المدرسه المولويه اللي اسسها السلطان محمد الخامس سنه 1942، المدرسه المولويه اللي درنا عليها فيديو هضرنا فيها في التفاصيل كيفاش كيقراو فيها الملوك والامراء وكيفاش كيوجدوهم للحكم، راح درنا واحد الفيديو غادي تلقاوه هنايا فيه داكشي بالتفاصيل. قلنا كاع اللي قراو الحسن الثاني شهدوا ليه بالعبقريه الكبيره والذكاء المنقطع النظير والذكاء. الهضره اللي قالها الاستاذ ديالو عبد الهادي بوطالب، لكن واخا هكا كان الحسن الثاني في الدراسه متذبذب متهور وثائر في بزاف ديال الاوقات، وهذه هي الاوصاف اللي اعترف بها بنفسه. في الكتاب ديالو عبقريه الاعتدال اللي دار فيه حوار مع الصحافي إيريك لوران كيهضر للملك على شي اسرار دازت عليه في المدرسه المولويه وبالضبط في المرحله ديال البكالوريا، وكيعاود كيفاش ان باه السلطان محمد الخامس حاول شحال من مره يحرمه من الملك، خصوصا من يسقط في جوج ديال المواد في البكالوريا وما جابش فيهم المعدل. الحسن الثاني تيقول انه منين نعرف الوالد انني ما نجحتش في جوج المواد من امتحان البكالوريا التجريبي، عيط عليا قال لي اجي وليدي اجي تولي الله يرضي عليك، وقال لي واش كتعرف تاريخ بلادك وتاريخ الاسره الملكيه العلويه، سلاله العلويين الفلاليين اللي حكموا المغرب من 1631 واللي بدات مع سلطان تفيلالة مولاي علي الشريف. جاوبوا الحسن الثاني قال لي اياه با سيدي وباس لي على يدو، نعم يا صاحب الجلالة. قال لي ايوا واش عارف السلطان المولى سليمان اش دار؟ السلطان سليمان بن السلطان محمد الثالث اللي اعتمد على سياسة الانغلاق. جاوبوا بكل ادب عارف با سيدي، المولى سليمان سلف من اسلافنا الصالحين، لم يولي عرش المغرب الولد البكر منين شافوا انه ماشي كفء العرش، وجمع عليه العلماء وعقد ولاية العهد لولد خوه. وفعلا هذه راه كانت، السلطان سليمان خلى على اولاده اللي من دمه ولحمه ووصى بالحكم لولد خوه، ولد خوه المولى عبد الرحمن بن هشام باش يحكم من بعده، وكان في الوصيه ما اظن في اولاد مولانا الجد عبد الله ولا في اولاد سيدي والدي رحمه الله ولا اولادي افضل من مولاي عبد الرحمن بن هشام ولا اصلح لهذا الامر منه، لانه ان شاء الله حفظه الله لا يشرب الخمر ولا يزني ولا يكذب ولا يخون ولا يقدم على الدماء
الدماء والأموال بلا موجب، ولو ملك ملك المشرقين ويصوم الفرد والنفل. وهو يقول لي محمد الخامسي ووليدي يحسب لك ما نقدرش ندير انا ما دار جدي، غادي نعطيك 3 ايام باش تفكر، يا اما تجيب الباك ويا اما ما تحلمش بالعرش. واش الحسن الثاني كان كياكل الفلاقه من عند باع قبل القرايه؟ الحسن الثاني كيعاود في الكتاب ديالو ذاكره ملك انه منين كان تلميذ كان بعض المرات كيجيب الزيروات، منين كيجيب صفر في شي ماده ما كيعاقبوش باه، لكن منين كيجيب 4 ولا 5 على 20 في الماده كيعاقبه، لانه كيتقبل انه تكون مثلا عثرات لكن ما كيتقبلش الرداء. شنو هو هذا العقاب؟ هو الفلقانيت، العصا. من صغرو حتى كمل 12 عام كان كياكل ضربات العصا على يده، وقال في الكتاب ديالو انه نفس الشيء كان كيديرو مع ولادو. وواحد المره عاوتاني ما جابش مزيان في المدرسه وهو يعيط ليه باه محمد الخامس اجا وليدي اش؟ قال لي واش ما كترضاش شي واحد يكون احسن منك في كل شيء؟ قال لي ما كنرضاش. قال لي ورا انا كنرضى الا تعلق الامر بولدي، خاصك تعرف انه نبغي نكون انا هو الافضل، لكن غادي نكون اسعد الناس من غتولي انت احسن مني، تولي انت افضل مني. الملك الراحل الحسن الثاني كان عاجبه انه يقرا التاريخ، وكان هادشي اللي باغي يدير مورا البكالوريا انه يمشي يقرا التاريخ، لكن الاب ديالو محمد الخامس وصاه او فرض عليه يقرا القانون، وقال ليه اولدي راك غادي تلقى اللي غادي يكتب لك التاريخ، كما ستجد من سيقوم بتشييد القناطر والسدود ومختلف الاشغال، لكن من اجل الدفاع عن الوطن بحرص واستمراريه فلن تجد الا نفسك ومعرفتك بالقانون والقانون الدولي. من بعد الحسن الثاني خدا البكالوريا، وفي 1945 كمل قرايته في معهد الدراسات القانونيه في الرباط، وخدا الدبلوم في الحقوق من جامعه بوردو الفرنسيه في 1951. وحسب ما جاء في الكتاب اقوى الاحداث التي طبعت تاريخ المغرب ديال عبد الحي بن نيس في يونيو 1987 في واحد الخطاب ديال الملك الحسن الثاني هدر فيه على شهاده البكالوريا، وقال انه غيبدل النظام ديالها، بل وفي لحظه غضب توعد انه غيحيد امتحانات البكالوريا نهائيا من منظومه التعليم. علاش؟ قال لك سيدي في نفس الخطاب تيقول البكالوريا اليوم ليست هي البكالوريا التي عرفناها قبل 20 أو 30 سنة بالنسبة إلى النماذج والطرق القديمة. الامتحان في هذه اللحظة شيء صعب، لأن الإنسان مخلوق من دم ولحم ومن طبيعة بشرية تتأثر بالمؤثرات. هل من حقنا أن نحكم على تلميذ في يوم كذا من سنة كذا أمام الورقة البيضاء وفي جو مرهب ومشجون؟ هل من حقنا أن نقرر مصيره بما أحرزه من نقط ومعدل في يوم واحد أو في يومين؟ ومن 1987 تم تغيير نظام ديال البكالوريا 6 ديال المرات. كان ديما الحسن الثاني تيقول ان التعليم بحال الفلاح، خاصك كل 5 سنين تعاود دير ليه اعاده النظر. ما بين 1926 حتى 1936 كان عدد المغاربه اللي خداو البكالوريا غير 30 تلميذ، بحال بغيتي تقول 3 تلاميذ في كل عام. التعليم الفرنسي منين دار في المغرب حتى 1944 يلا خرج لينا 4 ديال الطبه و6 ديال المحامين مغاربه و6 ديال المهندسين و2 فلاحه. ومن 1945 حتى الاستقلال عدد ديال المغاربه اللي خداو البكالوريا تزاد ل 175 تلميذ، كانوا غير الذكور هما اللي كيكملوا حتى الباك. كانت اول امراه مغربيه خدات البكالوريا هي الاميره لاله عائشه بنت السلطان محمد الخامس، وولات هي اول سفيره في العالم العربي، سفيره المغرب في بريطانيا. ومن الصدف انها حصلت على شهاده البكالوريا قبل النفي الى كورسيكا ثم الى مدغشقر. ومن اكثر الاشاعات الخطيره اللي كانت انتشرت على الملك الراحل الحسن الثاني انه ما كانش كيحمل المثقفين، وانه ما كانش مهتم بتعليم المغاربه وما كانش باغي المغرب يقرا، حقاش قال انه كاع اللي قريناهم ولاو معارضين للنظام من الثوريين واليساريين والاسلاميين، خصوصا مورا الانتفاضه ديال 23 مارس 1965 في الدار البيضاء. وخرج مباشره مورا الانتفاضه بخطاب لهذوك الاساتذه اللي حرضوا التلاميذ على اعمال العنف والتخريب لممتلكات الدوله. خطاب كان قاصح شويه في واحد الظرفيه كانت مشحونه، قال فيه انه لا خطر على أي دولة من الشبيه بالمثقف، وأنتم أشباه المثقفين وليتكم كنتم جهالة. معروف على الحسن الثاني أنه كان كيجيب بنادم قود، خصوصا من كيتعلق الأمر بأعمال ديال العنف والتخريب. والحاصل ان البكالوريا كتبقى ساروت البيبان مسالك تعليميه، لكن امتلاك ديك الشهاده ماشي هو المحدد لمستقبل الانسان. الهدف من هذا الفيديو ماشي هو نشجع على الرسوب والسقوط، لكن هذه رساله لاي واحد سقط في البكالوريا او لا تعثر، كنقول تعثر في البكالوريا، هذه ماشي هي نهايه العالم. كنسمع اخبار ديال التلميذ انتحر، علاش؟ حيت ما جابش الباك، غير حيت ما خداش واحد الشهاده وضع حد لحياته.
كيبقى فيا الحال. الامتحان الا ما توفقتيش فيه راه ماشي عيب وماشي انتقاص من قدرك. شوف الغد بعين ثاقبه فيها امل. صلي لسيدي ربي وادعي ليه وقول يا سيدي ربي اني احمل حلما واملا وشعله ساوقدها باذنك يا رب. اللهم اني كلي حماس وفعاليه لاقدم الخير لامتي. اللهم اني مستعد لبذل كل شيء لتشريف والدي واسم عائلتي ولخدمه هذا الوطن. هذا البلد محتاج لوليدات يهزوا به اكثر ما هو محتاج للثروات الطبيعيه ولا شي حاجه اخرى. المغرب محتاج لك انت وتفكر ان النجاح في الحياه ما عندوش حدود. رساله للاباء والامهات حاولوا على فلذات الاكباد. الا سقط ولا تعثر هذيك ماشي هي نهايه العالم. عوض التوبيخ وتلومهم الله يرحم بها الوالدين. ما تربطوش النجاح في الحياه غير بالشهاده ديال البكالوري. حفزوا ولادكم، شجعوهم، عاونوهم، راقبوهم على طول الموسم الدراسي، ماشي غير تحاسبوهم نهار الاعلان على النتائج. هما محتاجين الدعم النفسي في هذه المرحله اكثر من التوبيخ والجلد. وان شاء الله راه ما يكون غير الخير. ان شاء الله راه ناجحين ومرضيين. والله يسهل على اي واحد والله يخلي لكم وليداتكم. ما تفوتنيش الفرصه انني نهنئ نقول مبروك لكاع اللي نجحوا. كنتمنى التوفيق لاصحاب الاستدراكيه اللي غيعاود العام المزيد من الاجتهاد وبذل المجهود وان شاء الله ربي المعين. سيداتي سادتي، كانت هذه حلقة خاصة. شكرا لكم بزاف على المتابعة. بفضلكم قدرنا نوصلوا ل 600 ألف مشترك، 600 ألف صديق وصديقة. شكرا على ثقتكم، شكرا على البارتاج، شكرا على اللايك، شكرا على كل شيء. كنوجدوا ان شاء الله لشي زردة تكون فاعلة، تاركة تكون اكبر زردة على الاطلاق غادي نعلنوا عليها في الانستغرام. ما تنساوش تقولوا لي في التعاليق فين مدينة تبغيو نديروها، وما تنساوش توصلوا الفيديو ل 99 ألف لايك، تشتركوا في القناة، تابعوني على الانستغرام. كان معكم اخوكم وحبيبكم يونس مسرار. السلام عليكم، دوزوا بخير. Est-ce que vous avez bien à Paris? Oui, Alors voulez-vous nous chanter quelque chose? oui, Alors chantez-nous. Qu'est-ce que vous savez de beau? ما في صبر. Eh ben, ويعين chantez-nous ça. بحق Allez-y. الاقتداء في تربية الشباب.